أهلا وسهلا بيكو معاكو نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. وطبعا مكملين مع بعض في السلسلة بتاعتنا، وحكايتنا النهاردة مستوحاة من كتاب حياة بلا خوف لستيف هارفي. تفتكر ممكن تضيع حياتك كلها عشان خايف الناس تقول عليك ايه؟ تعالوا نحكي حكاية مريم. مريم كانت بتحب الرسم من وهي صغيرة. كانت كل ما تمسك القلم تحس إنها في عالم تاني، ترسم ساعات طويلة وتفرح بكل لوحة تخلصها. لكن لما كبرت بدأت تسمع الجملة اللي بنسمعها كلنا: هتستفيدي إيه من الرسم؟ دي هواية مش شغل، اختاري حاجة مضمونة. وبعدين الناس هتقول إيه؟ في البداية كانت بتضحك وتكمل، لكن مع الوقت كلام الناس بدأ يدخل جواها. بقت كل ما تعمل حاجة تسأل نفسها: هيعجبهم؟ لو لبست حاجة بتحبها هيقولوا ايه؟ لو قدمت على فرصة، طب لو اترفضت الناس هتقول ايه؟ لو بدأت مشروع، طب لو فشل؟ ولو نجحت يا ترى هيقولوا ايه برضو؟ وبهدوء مريم بدأت تتغير. بطلت ترسم قدام الناس، وبعدها بطلت ترسم أصلا، مش لأنها بطلت تحب الرسم، لكن لأنها بدأت تحب رضا الناس عنها أكتر من حبها للحاجة اللي كانت بتسعدها. مرت سنين، في يوم كانت قاعدة مع صاحبتها القديمة. صاحبتها قالت لها: فاكرة لما كنتي بتقول إنك هتعملي معرض لوحات؟ مريم ضحكت وقالت: كنت صغيرة بقى. صاحبتها بصت لها وقالت: غريبة، انتي كنتي خايفة وقتها الناس تضحك عليكي، ودلوقتي الناس أصلا نسيت الموضوع، بس انتي لسه فاكراه. الكلمة دي وقفت مريم، لأنها لأول مرة فهمت حاجة مهمة: الناس اللي كانت خايفة من رأيهم كانوا مشغولين بحياتهم أصلا. واحد عنده شغل، وواحدة عندها مشاكلها، حد بيحاول ينجح وحد بيحاول يعدي يومه. ومريم كانت عايشة سنين كاملة وهي بتحاول تتوقع حكم ناس يمكن أصلا ما كانوش بيفكروا فيها. وهنا بنوصل لفكرة مهمة جدا من كتاب حياة بلا خوف: لو فضلت مستني موافقة الناس على كل خطوة في حياتك، هتعيش الحياة اللي تناسبهم مش الحياة اللي تناسبك. وده مش معناه إننا ما نسمعش النصيحة، أكيد اسمع وتعلم وراجع نفسك، لكن في فرق كبير بين إنك تسمع رأي الناس وإنك تسلم لهم مفتاح حياتك. لأن الناس هتتكلم لو بدأت، وهتتكلم لو ما بدأتش، وهتتكلم لو نجحت، وممكن تتكلم لو فشلت. فلو الناس هتتكلم في كل الأحوال، ليه ما تختارش انت الحياة اللي انت نفسك تعيشها؟ مريم رجعت تمسك القلم، مش لأنها بطلت تخاف، لكن لأنها فهمت إن الخوف من كلام الناس ممكن يسرق منك حاجات مش هترجع. بدأت ترسم من جديد، لوحة ورا لوحة، ومرة واحدة بدأت تفتكر البنت اللي كانتها قبل ما تخاف من رأي الناس. وفي يوم علقت أول لوحة ليها على الحيطة، بصت لها كتير قوي وابتسم، مش لأنها بقت مشهورة ولا لأنها أثبتت حاجة لحد، لكن لأنها أخيرا بطلت تحاول تثبت للناس إنها تستحق تعيش حلمها. وافتكرت جملة مهمة جدا: مش كل رأي لازم يتحول لقرار في حياتك. فلو في حاجة نفسك تعملها وحابسها سؤال الناس هتقول ايه، اسأل نفسك سؤال تاني: أنا هقول ايه لنفسي بعد 10 سنين لو ما عملتهاش؟ يمكن الناس تنسى، لكن انت ممكن تفضل فاكر الفرصة اللي ضيعتها. عشان كده اسمع الناس واتعلم منهم واحترمهم، لكن لما يجي وقت القرار خلي حياتك في ايدك، لانك مش هتعيش مرتين، ومش منطقي تقضي عمرك كله خايف من رأي الناس. مش هيعيشوا حياتك مكانك. دي كانت حكايتنا النهاردة من سلسلة حياة بلا خوف. افتكر، الناس ممكن يكون عندها رأي في حياتك، لكن انت الوحيد اللي هيدفع تمن قراراتك.
أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل جمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.